مساء الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض طريقة الكوكيز. انا كان هنا معايا 4 كوبايات دقيق، وكوباية سكر بودرة، وكوباية ونص زبدة فيرن هي سيومي، وبيضتين، وفانيليا. انا كنت مطلعة الزبدة من التلاجة قبلها بكذا ساعة عشان تبقى نفس حرارة الأوضة أو نفس حرارة المطبخ. وهحط هنا كوباية السكر البودرة، وهحط البيضتين، وهحط الفانيليا. كان معايا فانيليا سايلة، لو عندك فانيليا باودر تمام، تقضي الغرض يعني، بس ما تكتريش منها علشان الفانيليا ممكن يعني تعمل طعم كده لو بزيادة. انا هنا ضربتها بالمضرب، اللي مش عنده مضرب ممكن يعمله بمضرب يدوي عادي جدا. هي اخدت مني في حدود 10 دقايق ضرب كده علشان لونها يفتح معايا، والزبدة والسكر يتخلطوا مع بعض. السكر ما ضايقنيش عشان هو كده كده كان اوريدي بودرة، وده الأحسن يعني. بص لونه بقى فاتح ازاي. هنا حطيت الدقيق، حطي الدقيق بالتدريج، حبة حبة يعني، عشان نشوف يعني نوع الدقيق بيختلف من نوع لنوع. فانتي تحطي الكمية واحدة واحدة، تشوفي اصلا العجينة هتاخد او هتشرب دقيق قد ايه. كل سنة وانتوا طيبين. الكوكيز دي كانت فكرة اعملها يعني علشان خاطر راس السنة. احنا هنزوقها مع بعض. طبعا انا مش متمكنة في الزواق قوي، عملت على قد ما اقدر. اكيد انتوا هتعملوا احسن مني. هنا عجنت الدقيق بالزبدة بالسكر بكله، وكنت كل شوية بزود دقيق كده واشوف العجين محتاج دقيق ولا لأ. انتي ولا تخليها ناشفة قوي، ولا تخليها ملزقة معاكي وتبقي مش عارفة تطلعيها من ايدك. انا كنت مقطعة كيس تلاجة وفرداه على الطباخة، وكنت مقطعة كيس تاني وحطيت العجينة ما بينهم، وقلت افرد بقى بالمستعجلة. بصي ما تفرديش قوي، خليه سمك 2 سنتي كده، علشان ما يبقاش ولا تخين قوي ولا رفيع قوي يتحرق منك اصلا في الفرن وانتي بتعمليه، او يتكسر يعني. انا فردته بالمستعجلة كده كويس. كنت جايبة بقى من المنشية القطاعات بتاعة بابا نويل وشجرة الكريسماس والزونت والحاجات دي. الحاجات دي حلوة قوي. شجرة شجرة ولا مش شجرة؟ كل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي. يا رب السنة دي تكون أحسن، وتحققوا كل أحلامكم فيها يا رب. عكاز بابا نويل. جوزي بيتريق عليا بيقولي ده مش عكاز. هو ده مش عكاز يا عيال؟ ما عكاز اهو. وده بقى الجلافز بتاع بابا نويل. وفي زونت دلوقتي هيجي معانا في القطاعات دلوقتي. انتي بقى بتمسكي تطلعي الزوايد دي وتطلعي البسكوتة وتحطيها. انا كنت مجهزة بره صاج وحاطة فيه ورق زبدة، وكنت مسخنة الفرن علشان يدخل على طول. هفرغ العجين كده واحط البسكوت الصينية، وهحطها في الفرن. بس هم اخدوا مني في حدود 10 دقايق او ربع ساعة، لا نقول ربع ساعة. وتاخدي بالك كويس قوي من الفرن بتاعك، علشان الحاجات دي ناعمة يعني. حاجات العجين الناعم ده، او البسكوت او البيتي فور او الغريبة والكحك والحاجات دي، لازم تركزي معاها في الفرن كويس قوي. شايفين سمك البسكوت؟ هو ده السمك بالظبط اللي انا عايزاه. هي المعيار عمل معايا الصينية دي بالظبط. هو ده شوية البسكوت اللي انا عملتهم بالمقادير اللي كانت معايا، هما دول. انا كنت قاصده ان انا اعمل الكميه الصغيره دي. انا بقى كان معايا الحاجات دي. الحاجات دي كلها انا جايباها من المنشيه، اسمها سبرينكلز. انتي بتروحي في حاجات اشكال كتير قوي، واللون ذهبي ده سكر اصلا. وكنت جايبه الوان طعام صحيه، لون اخضر ولون احمر. وكنت هنا جايبه قالب شوكليت ابيض، وكنت مسيحاه في الميكرويف. وجيت اعمل بقى بيه كده، اللي هو كنت بحط فيه البسكوتية تغطي كلها الشوكولاتة الابيض. كان في بقى فيديو هو وقع مننا، كنت حاطة فيه
حطيت فيه اللون يعني الأخضر واللون الأحمر، وكنت مقسّماهم، وكنت حاطاهم في أكياس اللي هي بتاعة الزواق. بس الفيديو ده راح مننا يا شباب معلش. بس هو عبارة عن إن أنتِ بتمسكي قالب الشوكولاتة الأبيض ده، بتسيّحيه في الميكروويف وتقسميه على 3 أطباق، طبق أبيض زي ما أنتم شايفين، والطبقين التانيين كنت حاطة فيه الأخضر اللي هو ده أهو أنتم شايفينه أهو، أنا حاطاه في كيسة زواق الحلويات، ونقطتين منهم في الأحمر في الطبق التالت، يعني كان عندي طبق أخضر وطبق أحمر وطبق الشوكولاتة الأبيض، كل ده شوكولاتة يا جماعة، شوكولاتة سايحة، وأنا حطيت فيه لون الطعم. بُصّوا بقى نصيحة علشان أنا واجهتها ووقعت فيها، في الشتا زي الوقت اللي إحنا فيه ده، مش الأحسن إن أنتِ تعملي شوكولاتة سايحة وتزوّقي بيها، علشان هتجمد منِّك بسرعة، وده اللي كان بيحصل معايا، إن كل شوية كان بيجمد مني. ده قالب شوكولاتة بابا نويل، أنتِ بتحطي الشوكولاتة السايحة فيها كده وتدخّليها التلاجة، وهو بقى بياخد شكل البابا نويل ده بيلزق على الشوكولاتة، كان حلو أوي. زي ما كنت جايبة شوكولاتة بيضا، كنت جايبة شوكولاتة dark وسيّحته كده وحطيت فيه، حلو أوي وطعمه حلو أوي، وعلى فكرة دي الشوكولاتة خام صيامي، يعني للي حابب ياكل حاجة في الأيام دي قبل ما يفطر، دي الحاجة الوحيدة اللي أنا أكلتها يا شباب. فالصح بقى إن أنتِ بدل ما تعملي الchocolate دي، في طريقة تانية icing كده، أنا مش عارفة اسمها إيه بالضبط بصراحة، بس أنتِ بتجيبي سكر بودرة وبتحطي عليها لبن، وبعد كده بقى بتقسميها، بتخلّي الأبيض أبيض بتحطي في طبقين تانيين تحطي أخضر وأحمر أو أي لون أنتِ عايزاه، وده طبعًا بيبقى أحسن في الشتا اللي إحنا فيه ده. الشوكولاتة أهي كانت جمدت وشكلها بقى جميل أوي، وهنا أنا زوّقت على قد ما أقدر بصراحة. أخت لأ استنوا هاجمّع لكم، مرات أخويا كانت معايا، هي اللي عاملة معايا كل البسكوت ده، وهي اللي مزوّقة معايا، وأنا تعبتها جدًا وهي اللي كانت بتصوّر أصلًا. كل سنة وأنتم طيبين، دي حاجة ممكن تعمليها في البيت، سهلة أوي، أرخص من برّه بكتير. يا جماعة دلوقتي الواحدة بتتباع برّه ب25 جنيه، الكمية دي عملت معايا أكتر من 50 بسكوتة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، كل سنة وأنتم طيبين. أتمنى تعملوا اشتراك للقناة وتفعّلوا الجرس، وتشيّروا الفيديو عندكم. باي، باي.